والله يا جماعه الاول السلام عليكم، اهلا بكم حلقه جديده من اليوم مكملين. والله انا مش عارف البجاحه دي بيجيبوها منين. بجاحه في الازمه اللي احنا فيها، والناس مش لاقيه تاكل ومش لاقيه رغيف عيش، ويطلع مسؤول من هنا ولا من هناك ايا كان منصبه وايا كان قيمته يقول لك الدوله تحملت. ده بجد؟ انت معانا؟ انت عايش هنا؟ دوله ايه اللي تحملت ايه؟ ولا دولة مين اتحملت ايه ولا اي حاجة؟ الناس مش لاقية تاكل يا فندم. الناس فعلا مش لاقية تاكل. الرغيف اللي سيادتك بتتكلم عليه بقى دلوقتي ميني رغيف، بقى بيبي رغيف. الدعم فين؟ الدعم فين؟ هتقول احنا بنقول علشان اغراض سياسية؟ والله 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 العظيم ولا اي حاجة بتتقال هنا دلوقتي في الايام دي تحديدا علشان غرض سياسي. النهارده احنا منحازين للغلابه وللناس. يروح نظام، يجي نظام اهم حاجه الناس تلاقي تاكل، تلاقي الستره، تلاقي اللي يسد جوعها. ده اللي احنا بنتكلم علشانه. مفيش اي غرض سياسي من اي كلام دلوقتي، لان ده وقت جد ومش وقت رفاهيه، ومش وقت ان احنا نتكلم عن تغيير نظام يروح ولا يجي. مش دلوقتي. دلوقتي وقت كفاف الناس وسد قوتهم، انهم يلاقوا اللي يسد جوعهم. انما في عز ده كله وانت واخد الامور دي كلها بعين الاعتبار علشان الشعب والبلد، ويطلع مسؤول يعني يغيظك او يستفزك فيقول لك الدولة متحملة ايه؟ فين؟ احنا في المثل في مصر بنقول قالوا الجمل طلع النخلة. ادي الجمل وادي النخلة، طلعها لي يا سيدي، وريني فين الدولة متحملة. كل حاجة بالغلا والكوى، كل حاجة من جيب الناس، كل حاجة من قلب الناس. انا النهاردة مش هتكلم كتير، ومش هقول لك مقدمة، ومش هقول لك كلام متسطر ولا متظبط. عمرنا ما قلنا كلام جنب بعضه، وكل اللي بنقوله من احساسنا بالحاجه اللي احنا بنتكلم فيها، واحساسنا بالناس اعلى حاجه عندنا. الميزه اللي بيننا وبين اي حد اللي بيفاضلنا على اي حد هو احساسنا بالناس وتواصلنا مع الناس وانتمائنا للناس دي، مش لحد تاني. علشان كده هبدا معاك النهارده واوريك الناس بتقول ايه على الرغيف اللي سياده الوزير طالع يقول ان الدولة بتتحمل، والدولة متكلفة، والدولة بتعاني، والدولة بتطبطب على المواطن وبتتحمل هي الغلا علشان المواطن يعيش من غير ما يحس بغلا ومن غير ما يكون مكسور، والكلام اللطيف اللي بنقعد نسمعه كتير ده. لما يتكلموا على المواطن ولا حد بتدمع عينه دمعة، انما اول ما يكونوا عايزين يمثلوا ويدخلوا على الناس. أنا طبعا بحترم الشهداء وبأجل وأقدر الشهداء تماما، إنما بقى في تجارة كده مش لطيفة. كل ما يجي أغنية ولا بتاع عن الشهداء اللي قاعدين يقول لك وبكت عيناه حتى ابتلت الكمامة ولا الماسك اللي هو لابسه. بينما لما نيجي نوري له دول، طب الشهيد الله يرحمه عند الله، ونسأل الله أن يكونوا شهداء وينعمهم سبحانه في الجنات وفي الفردوس الأعلى. طب اللي لسه عايشين، اللي مش لاقيين ياكلوا، اللي بيبيعوا أعضائهم، اللي بيبيعوا عيالهم، اللي راحوا تاجروا في المخدرات وفي السلاح وفي المش عارف ايه عشان الفقر، دول مش صعبانين عليك يعني؟ وانتوا بتتكلموا ما بيصعبوش عليكم دول؟ ما بيصعبش عليك الناس اللي مش لاقيه تاكل دي؟ ما هي الناس دي برضو مواطنين، وبكره ممكن يبقوا شهداء لقمه العيش والفقر. الميزه اللي احنا فيها هنا، او من ضمن الميزه، ان احنا ما بنفرقش بين مواطن والاخر. كلهم عندنا مواطنين ليهم حقوق، بشر ليهم حقوق، عليهم واجبات اكيد. تعال نشوف من الناس، تعال نسمع من الناس، تعال نشوف المواطنين المصريين وهم بيردوا على سياده الوزير اللي بيقول الدوله بتتحمل. الحاج ده جايب لنا الميني رغيف ده، البيبي رغيف بيبي ده، وبيقول لك مأساة حقيقية والله، وبيشرح وبيتكلم عن وضع
عايشينه، احنا نضحك على بعض. انا مش جاي هنا اتجمل ولا يهمني اقول لك الاورجانيك والمش عارف ماله. انا جاي هنا اتكلم بصوت الناس دي واوصل صوتها، عشان انت وانا عارفين ان محدش بيوصل صوتهم ومحدش عايز يسمع صوتهم. النهارده ما تسمعش مني، اسمع من المواطن المصري. يا سياده الوزير، يا اللي في وزاره التموين من ايام حسني مبارك، يا سياده الوزير يا اللي بتقول الدوله بتتحمل، آن الأوان تسمع من المواطن اللي بتعايره بتقول له الدولة بتتحمل عنك. اسمع منه وشوف منه، عشان ده أصل كل حاجة في البلد بما فيهم المنصب والمرتب اللي بتاخده. طب المرأة تاكل 10 ترغب، طب 10 في 3 بكام؟ احسبوها كده. أنا عندي 6 عيال، ده ب 75. الفران هتاخد العيش الدقيق ويبقوا الرغيف ده. الرغيف ده حسب الله ونعم الوكيل في السقفات على الفرن. بصوا الحكومة زودت الدقيق، ماشي، هم أحرار، هم عارفين إن الدنيا، هم يعملوا اللي هم عايزين يعملوه، صح. الدقيق غلوه، ماشي، الله أعلم، الله أعلم هم غلوه ليه بقى، حاجة احنا ملناش فيها. طب ماشي، كل مشتقات الدقيق غليت، ماشي. طب اللي مواسم الحلاقة دي تغلى ليه؟ هي دي من مشتقات الدقيق. لما دي كنت بجيبها ب5 من اسبوع، دلوقتي بيقول لك ب7 جنيه. طب ليه؟ هي دي من مشتقات الدقيق. مواسم حلاقة بحلق بيها دقني، تغلى ليه؟ تغلى ليه؟ فهمني بس، يعني دي من مشتقات الدقيق. ده حاجة بقت والله العظيم 3 الواحد يطلع من هدومه. الرسالة دي للتجار، من أول السوبر ماركت للعطار لبتاع العيش للجزار. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكو يا شوية عرر، يا اللي لو شوية رياح جم على مصر وهبوا كده بتستغلوا فيهم وبتستغلوهم وبتقعدوا ده حار. احنا مالنا يالا انت وهو يالا، احنا مالنا يالا ومال اوكرانيا يالا، الحاجة اللي كنت بروح اجيبها ب50 جنيه بقت ب100 جنيه ضعف. احنا مالنا ياض، انت عامل لي مخزن وعامل لي بتاع وتقعد. نداء لرئيس الجمهورية: يا ريس الغلابة، يا ريس راجل اتكسر قدام اولاده، راجل بكى طفلين مش عارف ياكلهم، ولا 4 ولا 6، 2 والله مش عارف ياكلهم ولو حتى عيش وفول. اقسمت بالله يا ريس مراته رمت له العيال ومشت من الغلا وقله مفيش. يا ريس شغال 14 ساعه على توك توك، مش عارف يسد قسط التوك. الاسعار ولعت نار والعيشه بقت دمار والدقيق في انهيار. الناس صبحت يا جماعه بتقرص العيش بالمعلقه يا حبيبي، بالمعلقه. وكان فين اللي احنا شايفينه ده؟ رغيف بقى بيتقرص بالمعلقه، لازم الشكاره تيجي 15,000 رغيف بجنيه. بسم الله ما شاء الله، ده احنا قلبناها زلابيه. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ اسحب يا ابني سنه، يا ابني اسحب كمان سنه. انا عايز الشكاره دي 14,000 رغيف، عايز اقرص في الشكاره 15 يوم، افضل اوكل الشعب المصري كله من الشكاره واحده. هنجيب منين طيب؟ ما شاء الله ما شاء الله. بالنسبة لغلاء الأسعار وزيادة سعر الرغيف خاصة، انتوا عارفين ان المشكلة مش في الزيادة. لو على الزيادة ممكن يكون مقدور عليها. المشكلة في أصحاب المخابز بدون استثناء اللي بتسرق الدقيق وتبيعه لنا تاني. وزن رغيف العيش دلوقتي وصل 30 جرام، 30 جرام من أصل 90. انتوا فاهمين ازاي؟ يعني وزن رغيف العيش نزل التلت. يعني أنا بشتري التلت مدعم من المخبز، والتلتين اللي هم لسه برضه حقي لسه ما خدتهمش بشتريهم سوق سودا من بره. طب ليه؟ طيب حسبنا الله ونعم الوكيل. العيش يا نظام لستر وغطاء على الغلبان، ده أمان كمان لكل مواطن تعبان كان أو شقيان. العيش لا، خليكم فاكرين ده الشعب بيعاني من سنين، صابرين على الهم وساكتين، اوعوا تفتكروا انهم راضين. ده الشعب عايش في غليان، مستني شرارة من زمان، لا هيوقف شرطة ولا جيش، اوعوا تلمسوا رغيف العيش. هتقوم ثورة ومهما كان الشعب هيتمسك بحقه اللي كان مسروق منا من زمان، وهيطالب بحرية وعدالة ومش هيقبل تاني الإهانة. خليكم فاكرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، كل سنة وانتم طيبين. حبايبي الحلوين، شعب دار السلام الغاليين على قلبي. طبعا العادة قلت اليوم اروح افطر، معلش انا طالع بالعباية البيتي، قلت اروح اجيب سندوتشات بحيث ان انا اروح افطر وبتاع. المهم فبقول له النبي 4 رغيف، 4 رغيف، انا رغيف، ادم رغيف، اسيل بنت رغيف، ورغيف الثالث تمام لهم العيال، تمام. احنا 4 تنفار، قلنا 4 سندوتشات. فبقول له قال قبل كل حاجه، فبيقول لي صاحب المطعم بيقول لي الرغيف سندوتش ب5 جنيه ابو ادم عشان ما تجرسناش وتعملنا. قلت له غير الرغيف، فين الرغيف؟ يا عم احنا هنتكلم بمورد الله، هنتكلم بمورد الله. انت راجل مسكت البلد وعملت فيها كباري وعملت فيها اللي انت عايز تعمله. عايز تعمل فينا احنا ايه بقى؟ هتعملنا احنا مطبات في الشوارع؟ هتعملنا احنا ايه؟ معديات الناس تعدي عليها؟ يا عم ارحمني، يا عم ارحمني. مش عارفين ناكل عيالنا، مش عارفين ندفع ايجارنا، مش عارفين نعمل حاجه. يا عم انا راجل ما بحبكش، يا عم ارحم ارحم دي يا سيسي. يا عم احنا هنتكلم بمورد الله. وكان بيجيب علاقه، يعني الكلام اللي فيه ده كان فيه مسكت دين البلد وعملت فيها كباري. طيب دول مش انا ومش احنا ومش حد فينا اللي بيتكلم علشان بيتأول كلامنا. دول المواطنين المصريين اللي بيتكلموا وبيشرحوا الحالة بلسان عربي مصري مبين بكل تفاصيل اللهجة المصرية. في فيديوهات تانية حاولنا نعمل تيت بس طلعت كلها تيت 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 يا تيت تيت، مفيش كلام تاني. الناس فاض بيها. ولما بنتكلم عن انفجار وشيك، انا كل ما اتمناه هو مصلحة الناس تعيش وتلاقي تاكل. اللي يغور يغور واللي يجي يجي. ده مش من الناس، مش من الشعب طبعا. انا بتكلم على اهم حاجة عندنا، الناس تلاقي تاكل، تكون مستورة. ان الناس بدل ما تطلع تتكلم كده تطلع تتكلم في حاجة تانية، حاجة مفيدة مهمة. طبعا انا اتوقع بعد الحاجات دي انهم يبدأوا يفكروا يحذروا او يعملوا حظر التيك توك، لان الناس بقت تستغل التيك توك دلوقتي مش بس عشان ترقص وتتهبل والكلام اللي بنشوفه، لا الناس بتطلع تعبر وتقول وتبعبع زي ما بيقولوا كده بالبلدي، اطلع تقول اللي في قلبها. الكلام ده واقعي ولا كلام الوزير اللي واقعي؟ خد بالك ان عمرو اديب قال لك ان الحرب ملهاش دعوه باللي حصل في مصر دلوقتي. عمرو اديب بلاع الاعلاميه الكبرى قال لك اللي حصل في مصر دلوقتي ملوش علاقه باثار الحرب، اثار الحرب لسه قدام. بيبشرنا وانا بقول لك ان هو عنده حق. احنا على الاقل قدامنا 2 ان لم يكونوا اكتر، على الاقل 2 ان لم يكونوا اكتر من الوضع الاقتصادي الصعب. طيب